في مرحلة معينة كده في العمر بتوصلك لليقين. يقين إن أي محاولة منك عشان تغير حد للأفضل بتكون مجرد حرقة دم وتعب رايح في الهوا على الفاضي. لأننا بقينا في زمن ما بقاش في حد صغير، كله عارف الصح من الغلط وكله فاهم مصلحته فين. عشان كده مش مسؤوليتك أبدا إنك تعيد تربية حد، ولا تخطط لحياة حد، ولا حتى تشاور على الصح لناس هي أصلا مغمية عينيها ومش مهتمة. وفر وقتك، وفر جهدك، وبلاش تبني أمال وتوهم نفسك إن فلان هيتطور في شغله أو علان حياته هتنصلح. بلاش تستنى إن قلة الأدب تتحول لأخلاق، أو القسوة تقلب لرحمة لمجرد إنك نفسك ده يحصل أو عاوز كده. طب ما تعوز، هو أنت اللي هتعيش مكانهم؟ المهم هو يكون عاوز، مش أنت. العناد والمكابرة ونشوفية الدماغ لما بيتمكنوا من بني آدم بيبقى البعد عنه وفراقه هما الحل الوحيد والراحة اللي بجد. الحكاية كلها بدايتها ونهايتها بتكون من عندهم هما، مش من عندك انت. مفيش عيان هيخف إلا لو رضي يفتح بقه ويبلع الدواء بنفسه. وصدق الله العظيم لما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.